السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو. ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الكيك الاسفنجي، هاد الكيك الاقتصادي، يعني الطبيله ديال الفطور او الكوتي. المهم وصفه الاقتصاديه، وصفه وحده غادي نخرجوا منها جوج ديال لي كيك. يعني هاد جوج كيكات هادو اللي كتشوفوا معايا في لا فيديو خرجناهم بخليط واحد. يعني ان شاء الله يا ربي تبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير، ما تنساونيش من التشجيعات ديالكم ونبداو. كنحتاجو 5 ديال البيضات مع قبيصه ديال الملحه، جوج ساشي ديال الفاني، كنديرو جوج كيسان ديال سنيده. هاد الكميه هادي غادي نخرجوا منها جوج كيكات، يعني هاد الخليط هذا ديال كيك اقتصادي. هاد الكاس الاول اللي بغات تنقص من الحلاوه تنقص، ماشي مشكل. المهم راه واحد الخليط الاقتصادي، يعني خليط اللي غادي نديرو منه كيكه وحده تنديرو منه جوج كيكات. غادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى كينسجم، ونحاول تذوب شويه سنيده، عاد غادي نضيفو الزيت. دابا هنا من بعد ما خلطنا السكر والسنيده والفاني وقبيصه الملحه، غادي نضيفو الكاس الاول ديال السنيده ونضيفو الكاس الثاني. غير الكاس الثاني ها هو، ما نضيفو حتى نخلط عاوتاني هذا الكاس الاول حتى ينسجم. صافي ها هو، غادي نضيف الكاس الثاني، نعاود نحرك. دابا غادي نضيف قشور ديال الحامض اللي بغى، يعني هذه اختياريه. تقدروا تضيفوا القشره وتعصروا حتى هذا العصير ديالها، راه كيجي رائع. صافي هنا من بعد ما حكيت هاد الحامضه، القشور د الحامضه، صافي الخليط كيجي بحال هكا. دابا غادي نضيفو جوج كيسان ديال الماء بنفس الكاس باش عبرنا، وغادي نزيد جوج معالق ديال لا كونفيتور يكون جاري، يعني ديال الحلويات، وغادي نضيف هاد الحامضه هذه غادي نعصرها. عصير د الحامضه هو هذا، غادي نضيفو. غنضيف جوج كيسان د الماء كما قلت لكم، غير من الربعين. انا درت الاول، دابا غادي نضيف الثاني ونحرك مزيان. دابا غادي نضيف جوج معالق ديال لا كونفيتور، ها هي الاولى، ونضيفو الثانيه. هذا لا كونفيتور ديال المشماش. انا الصراحه راه ما خدمتش بديال الحلوه، يعني خدمه بنوعيه ممتازه، ولكن انا طحناها. يعني تقدروا ديروا حتى بحال هكا، يعني تاخذوا كونفيتور يكون زوين، ولكن طحنوه باش ما يجيش دوك الطريفات ديالو باينين في الكيكه. صافي دابا من بعد ما انسجم لينا الخليط، ها هو كيفاش كيجي. دابا غادي نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه، ونضيف 4 ديال الخمارات معاه. كما قلت لكم هذا الخليط راه غادي نحضر به جوج ديال الكيكات، يعني عوض تحضري وحده غتحضري جوج، يعني خليط الاقتصادي وناجح. يعني راه الكيكه ديالو كتجي رائعه جدا. كاينه اللي كدير مثلا 8 ديال البيضات، يعني يلاه في كيكه وحده، ولا 6 ديال البيضات. انا جبت لك 5 ديال البيضات وكتخرجي منها جوج ديال الكيكات. وإلا كان البيض كبير راه تقدري تستعملي غير 4.
دابا ضفت الدقيق وضفت الخمارات اللي شاركت معكم، وغادي نبقى نضيف الدقيق حتى نحصلوا على واحد القوام ما ثقيل ما خفيف، يعني الخليط ديال الكيك المعتاد. كما قلت لكم هذا الخليط ديال 2 كيكات، يعني غادي نحتاج 2 ديال الليمون. اللي بغات دير 2 الليمون بحال دير، اللي ما عندهاش وبغات ديرهم مختلفين كيف ما غادي ندير انا ماشي مشكل. هذا المول الاول فاش غادي نخدم انا راه دهنتهم بالزبده والدقيق، وهذا المول الثاني يعني هاد 2 د الليمون هما باش غادي نخدم انا الكيكه ديالي. غادي نحاول نكب هنايا النصف وهنا النصف، وغادي نخلي واحد شي شويه اللي غادي نضيف ليه الكاكاو. بسم الله. الا كنتو باغيين الكيك يجيكم بالتساوي فراكم كتعبروا الخليط. انا ما عنديش مشكل عيني ميزاني، يعني ما عنديش مشكل اللي جات فيهم كبيره ولا ماشي مشكل. اهم حاجه هي انني غادي نقسم زعما الخليط على 2، وهذا الخليط غادي يخرج ليا 2 ديال الكيكات. هذا الشيء اللي بقى ليا غادي نضيف ليه الكاكاو. غادي نمزج هذا الكاكاو مزيان مع هذا الخليط ديالي هنايا. انا غادي نديرو في واحد لابوش وغادي نزوق به الكيكه. راه ماشي ضروري، انما تقدروا تحطوا غير بحال هكايا غتحطوه وسط الكيك، اولا غادي نقدر نيت صافي نستعمل غير هكايا المعلقه باش تشوفوا، باش ماشي ضروري اللي ما عندهاش هكايا شي بوش جوطابل ولا شي حاجه ما تقولش راه ضروري، يعني غير بالمعلقه صافي وراه قضيه الغرض. غادي نبدا بهذا هو الاول، يعني غادي نديرو هذا الخليط في الوسط ديالو بحال هكا. ندير تقريبا شي 2 معالق. نزيد شويه هنايا في هاد الراس، هذا راه ما واصلش، وهاد القنت كذلك. حتى هذا نفس الشيء. اللي بغات تغير التزيين ولا بغات دير وحده كاكاو وحده فاني اللي عجبكم، انا عطيتكم الفكره وانتوما بدعوا. غتقولي لينا برعتي هاد الكيكه مزيان. هذه صراحه بغيتها زعما تكون طالعه بزاف مقارنه مع الاخرى. اصلا هاد المول انايا اغلبيه تيجيني في الجناب ديالو هابطين والوسط طالع، داكشي باش ما بغيتش نعمرو بزاف، يعني باش يجيني مزيان متساوي في الوجه ديالو، ما بغيتش نعمرو كتار من القياس. دابا نغسل انا يديا ونجيبو واحد الكيردون اللي غادي نصاوبو به زواقه في هاد الكيكه. هانتوما كناخذ واحد العويد وكنبقى ندور بهذا الشكل هذا، كندورو مزيان واخا ندوزو على المره، يعني تقريبا شي 3 ديال المرات وتنجرو بحال هكا، يعني بحال هكا كيجي. نفس الشيء غادي نديرو المول الاخر صافي بحال هكا. كناخذوا هاد الكيردون نيت باش خدمنا، وحتى هو كنحاول ندور بحال هكا. وكنبقى ندي هاد القطيب اولا هاد العويد ونجيبو صافي. ها هي الكيكه. هكا كتجي هادي وهكا كتجي هادي. دابا انا راني شعلت الفران باش يسخن، ولكن باقي غادي ندير هادي اضافه.
غادي نزيد ليها واحد الاضافه، هذه غادي نخليها بحال هكا، ولكن هذه غادي نزيد ليها واحد الاضافه ديال المكسرات. غادي نجيب واحد شويه لوز ايفيلي، غادي نديرو ليها في الوجه. وكذلك غادي ندير حبيبات ديال الشوكولا او لي بيبوت دو شوكولا. هذه اضافه ممكن ديروها وممكن ما ديروهاش. بما انني درت جوج نفس المذاق فقلت هذا هو الاختلاف اللي غادي ندير بيناتهم. غادي نضيف واحد شويه ديال الكركاع، نقطعوه طريفات ونوزعوه على الوجه ديال الكيكه. تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو تستعملوها، تقدروا ديروها. لوز طريفات، لوز كونكاسي، كاوكاو اللي عندكم، زبيب، الشوفان، جنجلان بيض، اللي بغيتو تقدروا تستعملوه فيها. ها هي كيفاش كتجي، راني عمرت ليها وجهها مزيان بالكركاع. دابا غادي نديرهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله ملي يخرجوا من الفران. بالنسبه لهذا الكيك هذا، يعني كاين اخوات اللي كيتشكاو بهاد المكسرات كيدخلوا ليهم لداخل، فالمشكل هو ان الكيكه خفيفه. فاش كتكون لينا الخليط ديال الكيكه خفيف فهو اللي كيخلي هاد المكسرات يدخلوا لداخل. داكشي باش ضروري ملي تبغيو ديروا هاد النوع ديال الكيك ضروري خاص العجينه اولا الكيك ديالكم يكون شي شويه زايد دقيق على المعتاد. دابا ان شاء الله ندخلهم يطيبوا ونتلاقاو. وهادو لي كيك ديالنا من بعد ما طابوا، هذه ديالي فخوي ها هي كيفاش كتجي، وهذه اللي خليناها بحال هكا ها هي كيفاش كتجي. يبردوا مزيان ونديموليوهم من المولات ديالهم. دابا من بعد ما بردوا غادي نحاول ندوز واحد الموس هنا في الجناب. بحال هكا. هانتوما كيفاش كتجي الكيكه، راه كتجي مقطنه رطبه. بحال هكا. نحيدو دابا الثانيه. شوفوا كيفاش كتجي حتى هي. وبحال هكا كيجيو لي كيك. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. راه كيجيو رطبين وبمقادير اللي بسيطه. خرجنا جوج كيكات. انا نقطع معكم باش تشوفوا كيفاش كتجي من الوسط. راه كتجي قطنيه ما شاء الله بمقادير اقتصاديه. ها نتوما وحتى الاخرى نفس الشيء.
اللي بغى يدهنها بالناباج او لا كونفيتور ويدير ليها لوز ايفيلي، لكم الاختيار. ها كيفاش كتجي. نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتعجبكم الوصفه، وتردوا عليا في التعاليق كيفاش جاتكم. والى عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لي لايك ديالكم ولي كومونتير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد وبوصفات جديده واكيد اقتصاديه ان شاء الله باذن الله.